بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد القائد المحترم، السادة والسادة الأعضاء المحترمين، السيدات موتي مسائل الخارجية، السادة موتي مسائل الجامعة، أيها الحضور الكريم، أرحب بكم جميعا وأشكركم على سبيل التأويل من الحضور أشهر الدورة العادية لشهر فبراير 2025. وأطلب من السيدة سناء الكناشي نائبة كتيب المجلس حسب نساء القانون. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوان، كما يعلم الجميع كانت الدوره العاديه ل 2025 دوره ديال فبراير. بالنسبه للاخوان نقاط جدول الاعمال، هناك كانت اتفاق المكتب كان اتفق على اساس ان بخصوص برمجه فائض، وثم كما يعلم الجميع ان المواطنين غالبا همهم يعني هي برمجه عدد المشاكل ديال المنطقه، منها عدد من الامور بدون ذكرها حاليا. فلهذا المجلس ارتأى الى عدم ادراج عدد من النقاط اللي هي مهمه الى حين حصر الفائض ديال السنه من اجل برمجتها. بخصوص الاخوان الثقات، فهذه ظاهره صحيه ديمقراطيه من حق اي يعني الاخوان كل واحد يدلي بدلوه من اجل الادلاء. احنا طبعا هنا كمجلس منتخب نمثل الساكنه والترافع عليهم في هذه الدورات. المكتب المسير بقياده السيد الرئيس يعني كما يعلم الجميع هناك بعض الاكراهات التي في الحقيقه تشوب هذا الموضوع، هي اكراهات في الحقيقه خارجه عن اطار يعني المنتخب، ولا احنا كمنتخبين في هذه المنطقه كما يعلم الجميع وانتم ادرى بذلك الاخوان ان التسيير ليس يعني تسيير فردي في المنطقه، هناك سلطه وصيه، هناك يعني بعض الامور التي تكون دائما يمشي على اساس سحريه في المجلس. كما يعلم الجميع ان جماعه كزنايه برمجت سابقا يعني عدد من النقاط يعني مبالغ طائله، فلهذا المجلس حاليا يعني هناك بعض الركود، خصوصا ان كيعلم الجميع كما قالوا بعض الزملاء على التصميم السيء يعني الركود في هذا الموضوع، الترخيص، هناك عدد من المشاكل في المنطقه، هناك عدد من الامور التي يعني بقات كتبان في هذه الاونه الاخيره. تصميم تهيئة الاخوان، هناك يعني كما يعلم الجميع سابقا تم ادراج هذه النقطه والحديث فيها اكثر من مره، ارتأينا الى التريث الى حدود يعني رؤيه السيد الوالي في هذا الموضوع. طبعا يعني نحن كمجلس يعني مستعدون لمناقشه هذا الموضوع، ومستعدون الى اخراج هذا التصميم التهيئه الى الوجود. طبعا نحن كاطراف يعني استشاريين فقط، كما يعلم الجميع تصميم التهيئه هو اختصاصات يعني الجماعه تقترحه، ولكن اختصاصات ديال مكتب الدراسات زائد الوزاره زائد الولايه. فنحن يبقى الراي ديالنا راي منتخب، والسلطات كما يعلم الجميع ان هذا الراي يعني يبقى دائما، وكل واحد كينظر اليه بمنظوره الشخصي او منظور ديال الوزاره. كما يعلم الجميع اننا احنا يعني كجماعه كزنايه بخصوص هذا الواقع اللي وقعت ديال مراسله السيد الوالي من اجل ادخال لجنه ثلاثيه فيها السلطه والامانديس والجماعه، نحن على حسب علمي نحن الاوائل في قضيه ديال اعطاء الشواهد، الا ان هناك عدد الاخوان كيعلموا ان جماعه كزنايات راه انتقلت راه انتقلت الى تقريبا 100,000 نسمه. هذه راه ملي كنقولوا 100,000 نسمه، وكما سابقا عدد امانيس كانت عطات واحد الاحصاء في 2022 راه عندها 26,000 عداد في جماعه كزنايه. الى من 26,000 عداد ضربناها في 2.5 مثلا، راه تبارك الله راه ماشي سهله ان نقولوا. عدد من المنازل اللي هي باقا فارغه ما فيهاش الماء والكهرباء، فلهذا يعني الضغط رهيب على الجماعه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.